السلام عليكم. النهارده تحدي جديد ورايحين المنصورة. دعواتكم نوصل على خير وانتظروا شقة العروسة بقى النهارده. الفلوج النهارده بإذن الله هيكون كامل. هنا بقى وصلنا، طالعين شقة العروسة. دعواتكم كده ايه، ربنا ييسرها علينا ان شاء الله. النهارده وصلنا على ميعادنا الحمد لله، ووصل بقى الغداء عشان ناكل مع بعض مع اهل العروسه عيش وملح. وجزاهم الله خيرا اهل العريس على الواجب الجميل ده. اللي واجب معانا يا جماعه جيب لنا سمك والله، عشان احنا زهقانين فراخ. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، والله بجد بنحب السمك قوي. الف هنا. والروم يا ايمان، يلا الكراطيه بتاعتك ولا بصله. الحمد لله وصلنا لاخر اليوم، وصلنا نتيجه حلوه جدا، بيوم جميل وذكرى حلوه قوي ان انا خدتها من الناس دي، واتمنى ان انا اكون كمان سبت لهم ذكرى حلوه. حابه اشكر مامه العروسه سكره والعروسه القمر ومرات عمها، اهم حاجه بقى اللي بتصورني دلوقتي اللي اسمها على اسمه، ده احلى حاجه في الموضوع، يعني مفيش نرجسيه خالص في الموضوع. النهارده عايزه اوصل لكم كده في الاخر، هنسال الجماعه دول الاسئله اللي انتوا عارفينها، هم عارفين التجربه ككل كباكج كده على بعض. لا تجربه جميله جدا جدا. اولا انتوا نورتونا وانستونا وانتوا سايبين يعني ماشيين للاسف، ما قلنا مش عايزينكم تمشوا. وزعلانه وانا بلبس. طب انا عايزه اروح بيتنا وانت تلبسي لي. انا عايزاكم تقعدوا هروح فرح. بيتنا. انتوا من الناس حتى الطيبين، حاسه ان انتوا مننا وعلينا كده. ده قبل اي حاجه وقبل الشغل كاننا اهل وكاننا عيله بالظبط. فعلا دايما اقول كل عروسه والشغل انت حسيت بنفسك يا بنتي ولا مش؟ حقيقه فعلا والله ربنا حاسين ان انتوا مننا، وشغلكم ما شاء الله جميل ورزقكم عالي ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب، وميعادك مظبوط وزي ما التزمت بالميعاد زي ما جاتي لنا فعلا. ويعني مش عايزه اقول كل حاجه جميله معاكي زي صاحبتها بالظبط، جميله وكل حاجه جميله. دي حقيقه فعلا والله. ويعني الناس الحلوه يعني ربنا بيجمعنا كده مع بعض. صدقيني مهما دفعت ولا مهما عملت اي حاجه مش هعوض اي حاجه من معرفتك ومن ذوقك معانا. الله يسترك ويعزك ويتمم عليها الخير وتفرحي بذريتك. ربنا يخليك. مريم زي السكر بصراحه يعني والله انت السكر. وبعدين عندها كميه ديمقراطيه يا جماعه، ما اقولكوش مش قادره اوصف لكم يعني. بصي امي يا عروسه اللي انت عايزاه، اللي انت حابه نحطه لنا نورتينا يا دنيا. ما شاء الله من الناس الكويسين. وبشكر منى وبشكر ايمان. هي ايمان وامل بس مش تمشي منى. ربنا يبارك فيهم يا رب. والله ما انا ضغطي منى. ناس محترمين، ربنا يبارك لكم يا رب. ونورتونا وانستونا وان شاء الله دايما مش هننساكم. ودي اول عروسه عندنا بقى في العيله ان شاء الله. مكملين بقى تجربه في الافراح كلها دايما ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله. زغرطه حلوه بقى للعروس. انا نفسي ازغرط بس ده صوتي زغرط. زغرط انا زغرط. اللهم بارك يا رب. ربنا يتمم عليكم ويفرحكم على خير. للاسف ان الفيديو النهارده كان من غير تصوير، بس دايما زي ما قلت لكم بتكون حريه اختيار. انتوا حظكم جاي معايا. عايزه اقول لكم ان انا تقريبا 50% من شغلي بيتصور و50% ما بيتصورش. وحابه ارد على البند ده في حاجه، ان في ناس بتمشي تعمل دعايه لشغلها على شغلي، ان هم ما بيصوروش، وان هم حريه وان اصل دعاء لازم بتشترط التصوير. عايزه اقول لكم ان ده كان في فتره من فترات كنت مصممه على البند ده، بس كان فيه عرايس كتير جابوا ناس للاسف بهدلوا لهم الدنيا، ورحت انا صلحت العك اللي عكوه علشان موضوع بند التصوير ده بس. فقلت خلاص يعني نعمل استثناءات كام عروسه كده في الشهر، بحيث ان انا برضو التصوير ده بيوضح لكم الذوق المختلف في كل شقه عن الشقه الثانيه، وشغلي والابداع اللي بنعمله في كل شقه عن الشقه الثانيه. والحمد لله بفضل الله كل اللي وصلنا له ده بفضل دعمكم وبفضل الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها لينا. فقلنا الشقه بقى اللي مش هتتصور لازم بقى ناخد ريفيو من اهل العروس. طبعا ده بحريتهم برضو، يعني لو حد رفض يطلع معايا او حد يقول كلمه عادي جدا، بس هم يعني عايزه اقول لكم والله ناس سكر، يعني الله يبارك لهم. حقيقي الواحد مش عايز ينزل، بس انا نفسي اروح انام عشان صحي منك. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. تسلمي يا دودو، تسلمي حبيبتي. عاوزه اقول لكم من اللحظات السعيده جدا اللي بوصل لها لما ابقى واصله لحد باب بيت العروسه، وحاسه ان كل الناس راضيين وكل حد راضي وكل حد مبسوط، وان انا اديت اللي عليا على اكمل وجه. اشوفكم في شقه عروسه جديده وفلوج جديد. انتظروني، ما تنسوش اللايك والدعم والكومنت الجميل منكم. اشوفكم على خير، مع السلامه.